يو ما تسولنيش علاش اكزاكت بديت في هاد الطروا ديال النوطات في الجيتار وما نيت اللي غادي يبقاو يتلوباو في الفيديو كامل. كنت كنجرب بزاف ديال النوط حيت عجبوني هاد الطروا وقلت هما نيت اللي غادي نديرهم واحد الباك جراوند ديال الميوزيك ديال الفيديو. هادي غير انتروديكسيون باش نقول لكم علاش اكزاكتلي اختاريت هاد الطروا ديال لي نوط. ما عمرك تساءلتي شي مرة شنو هو الوقت؟ واش هو غير هادوك العقارب اللي وسط المكانة كيدورو ولا شي حاجة اللي أعمق أكتر من هكا؟ دابا غنديرو واحد التجربة اللي هي بسيطة. دير راسك جالس في شي قهوة مع صحابك، غتحس بأن الوقت راه كيدوز بزربة. دابا دير راسك جالس في شي سبيطار وكتسنى يجيك الخبار ديال شي واحد من العائلة ناعس في داك السبيطار نفس الساعة، ولكن علاش الوقت كيدوز تقيل في السبيطار وعلاش الوقت كيدوز بالزربة في قهوة؟ السؤال هنا واش الوقت هو ولا المكان اللي انت فيه هو اللي كيبدل الاحساس بالزمن. اليوم غادي نهضروا على واحد الفكره خطيره شويه. ما يمكنش تهضر على الزمن بلا ما تهضر على المكان، اللي حيت هما بجوج حوايج اللي هما مربوطين. وبزاف ديال الفلاسفه والعلماء هضروا على هذه العلاقه، منهم المفكر الكبير البرت اينشتاين. ولكن اللي جرني باش ندير هذا الفيديو هو المفكر الكبير مصطفى محمود. خليك معايا حتى الاخر، في الاخر غادي نطرح واحد السؤال اللي غادي يخليك تعاود تفكر في حياتك كامله. الجزء الاول ديال هذا الفيديو هو شنو هو الزمن اصلا. مصطفى محمود كان سول واحد السؤال بسيط ولكن عميق في نفس الوقت. واش الزمن كاين بوحدو ولا غير احساس؟ نتصوروا الزمن بحال شي واد، الماضي اللور، الحاضر دابا، والمستقبل هو القدام. ولكن واش فعلا هو داير بحال هكا؟ مصطفى محمود كان كيقول الزمن ماشي شي حاجة اللي هي مستقلة، الزمن هو قياس للتغير. يعني إلا ما كانش تغيير ما كاينش زمن. واحد الكرسي محطوط في بيت مهجور ممكن يدوز عليه 100 عام ولكن هو ما كيحس بوالو. الزمن بالنسبة ليه ما كاينش. إذا الزمن مرتبط بالحركة، التغيير، والمكان اللي كيوقع فيه تغيير. علاش المكان مهم في الزمن؟ دابا خلينا نزيدو نفونديو شوية أكتر. تخيل معايا دابا واحد الانسان عايش في واحد الدوار هادئ، نهارو كيدوز طويل، الليل تا هو كيدوز عنده طويل، الحياة كدوز بشوية وثقيلة. دابا دير معاه واحد اخر اللي عايش في واحد المدينة الكبيرة، كاين الصداع، الخدمة، الضغط، نفس 24 ساعة ولكن الإحساس مختلف تماما. الفلاسفة قالوا الزمن ما كيتقاس غير بالساعة، كيتقاس بالتجربة. حتى في الدين كنلقاو أن الزمن مرتبط بالمكان. ليلة القدر مثلا ليلة وحدة ولكن قيمتها أكثر من 1000 شهر. مصطفى محمود كان كيركز بزاف على هذه النقطة. الزمن ما عندوش معنى بلا سياق، والسياق هو المكان زائد الحالة ديال داك الشخص كيفاش كان كيحس ملي كان كيدوز عليه داك الوقت. العلم قال لينا واحد الحاجة صعيبة شوية ولكن حقيقية، الزمن النسبي. يعني إذا أنت كتحرك بسرعة كبيرة الوقت عندك كيمشي أبطأ من واحد واقف. هاد الفكرة ماشي غير علمية، حتى فلسفيا كانت موجودة. مصطفى محمود كان كيشرحها بواحد الطريقة بسيطة، قال أن الزمن بحال المطاط كيتمدد كيتكمش حسب الظروف. الفرح كيدوز بسرعة، الحزن كيدوز ببطء، الانتظار كيعذب، والحب كينسيك الوقت. إذا السؤال واش الساعة هي اللي كتحدد الوقت ولا الوعي ديالنا؟ كاين فلاسفة قالوا الزمن غير وهم صنعناه باش ننظموا حياتنا. الماضي ما بقاش موجود والمستقبل باقي ما جاش، والحاضر لحظة كتفلت من يدينا. مصطفى محمود قال واحد الجملة اللي هي زوينة عجبتني بزاف: نحن لا نعيش الزمن بل نعيش التغيير. يعني احنا ما كنعيشوش الوقت، كنعيشوا الاحداث داخل المكان. الا حبستي الحركه حبستي الزمن. وهادشي كيخلينا نطرحوا واحد السؤال اللي هو شويه عميق: واش الموت هي نهايه الزمن ولا غير خروج من المكان؟ الا ريحتي بقيتي كتامل في هاد الفكره مزيان تقدر تبان لك واحد الفكره اللي كانت واضحه قدام عينيك ولكن ما عمرك ما فكرتي فيها بعمق. دابا نرجعوا للسؤال الاول: واش نقدروا نهضروا على الزمن بلا مكان؟ الجواب هو لا. الزمن بلا مكان غير فكره، ولكن الواقع هو الزمان، المكان زائد الوعي. مثلا دابا فاش كتسمع بان واحد التصويره تخادت مثلا في المدينه القديمه كتسول على العام ديالها، حيت هذاك المكان ما يقدرش اكزيستي بلا وقت. الساعه ما كتقيسش حياتك، اللحظات هي اللي كتقيسها.
ونخشم بهذا السؤال، الى الوقت كان كيدوز حسب المكان اللي فيه انت دابا، فشنو هو المكان انت اللي عايش فيه؟ المكان واش كيضيع وقتك ولا المكان كيعطيك قيمه؟ الا عجبك هذا النوع ديال المواضيع دير لايك، بارطاجي الفيديو وكتب لي في الكومونتير شنو هو الوقت بالنسبه لك. كيف ما قلت لكم سواء في هذا الفيديو ولا في الفيديو اللي قبل، بان هاد الفيديوهات انا غير باش كنخليهم دي زارشيف عندي في القناه، باش نرجع للتاملات اللي كانوا كيدوروا لي في دماغي واحد الوقت. وصلت حتى للدقيقه في هذا الفيديو وكنبغي نقول لك اديو.